اني بتكلم عن ضاضة، تعال نتكلم على حديف ضاضة. يا ضاضة، تعالى بس. في ظل ما النادي الاهلي بيعاني من عدم دخول الترومبيطه والسنارات والاعلام والشعار، وبيتحرق له الشعار بتاع 72 بالسجاير، وفي ظل هذا العته اللي بيحصل واللي احنا سايبين الايام وسايبين المجلس اداره تحله بطريقتها عشان الموضوع زاد عن حده، وان جمهور النادي المنافس بيخش بكل حاجاته وبيتعمل له سندوتشات وبيتعمل له رحلات وبيتعمل له يطلع علينا ضاضه تاني في تصريح اغبى منه شخصيا ويستفز 80 مليون اهلاوي. مع مين؟ مع مستفز تاني زيه واحسن منه. نقرا التصريح ده. يا ابن الذين. اشكر وزير النقل على السماح بحجز قطار لجمهور الزمالك. أصريت على حجز قطار ألماني مميز بالكامل من أجل الذهاب إلى أسوان لمساندة الفريق. بغض النظر إن أنت بتقول إن أنت ما عندكش غير شوية المعاتيه اللي أنت بتأجرهم هنا وبيطلعوا وراك يروحوا أسوان وإسماعيلية وإسكندرية، إن شعبيتك هناك، إن أنت عارف لو رحت دلوقتي في أسوان وإن أسوان بطبيعتها بتحب النادي الأهلي وإنك هتروح هناك تتروق، فبالتالي واخد شوية القلاطيش بتوعك ورايح من هنا لنادي أسوان. ما علينا ومش هتكلم في ده، طبيعي يا سيدي، وأكيد في زملكاويه في أسوان محترمين، ولكن عمو كامل الوزير بيمسي عليك بيقول لك انا حجزت قطار الماني كامل. مساء الخير يا مستر كامل. تاني؟ انت تاني؟ ما بتحرمش؟ انت تاني؟ هتطلع تتكلم مع احمد موسى تاني عايز الدنيا تقوم عليك؟ ما بتتعلمش؟ ما بتعرفش تداريها؟ داريها. بطل استفزاز، وبطل تبقى مستفز، وبطل تخلي صاحبك يبقى مستفز، وبطل تخلي صاحبك يتمحك بيك وباستفزازك انت وهو يا عالم يا مستفزة. ده انت وزير مرض، والله وزير مرض. بطل اصل ما فيش حكومة في العالم ولا جهاز امني في العالم هيوافقك على اللي انت بتعمله. انت بتستفز 80 مليون يا ابني. حجز قطار الماني هي فلوسه؟ هو لاقي ياكل؟ هو انت بتفتح باب للشبهات ليه؟ ده واحد شحات بيطلع كل شهر يشحت على القنوات. ممدوح عباس حجز على الفلوس. حجز قطر الماني ازاي؟ فلوسه فين؟ عايز تدخل نفسك في شبهه وتطلع تقول الشيك اهو من نادي الزمالك. هقول لك الشيك ازاي اذا كانت الحسابات مقفوله؟ هتقول لي دفع كاش، يبقى انت بتهببوا ايه انتوا؟ ولا جدول على نادي الزمالك وفي الاخر ليه بتفتح القيل والقال؟ ليه بتفتح القيل والقال؟ ما تعالوا بقى، ما تعالوا.